السلام عليكم. انا اشرف. هو إيه اللي بيحصل في الامارات؟ هل هي ظاهره كونيه عاديه، ولا هل هي حاجه من بايديهم، ولا ايه اللي بيحصل فيها دلوقتي بالظبط؟ الفيضانات ايه سببها والكلام ده كله؟ خلينا قبل ما اقول لك ايه السبب لازم تبقى عارف جو الامارات عامل ازاي في الطبيعي بتاعه. الطبيعي ان جو الامارات امطاره قليله جدا. دي حاجه تانية، في الصيف درجه حرارتهم بتوصل من 35 ل 41 في المتوسط، وده برضو عالي لانه بيعلى اكتر من كده، بس ده المتوسط بتاعه من 35 ل 41 درجه مئويه. المشكله مش في كده، لان في مصر اوقات بيوصل درجه الحراره للكلام ده. بس الحاجه الصعبه عندهم ان درجه الرطوبه عندهم بتوصل من 60% ل 100%، وفي الشتاء بيبقى متوسط 21 درجه، وده اقل بكتير من انه يبقى جو شتوي. فده معناه ان الامارات طول الوقت جوها دافي او جوها حر طول الوقت. طول الوقت الرطوبه عاليه، وده بيخلي في صعوبه في التنفس. طب ايه اللي خلى الامارات يحصل لها كده؟ والله على كلام هيئة الأرصاد الجوية في الإمارات إن الموضوع له علاقة بمنخفض جوي قوي ما حصلش الإمارات قبل كده من 70 سنة. وفعلا من 70 سنة ولا من 75 سنة كان في برضه حاجات زي كده، فيضانات والكلام ده، بس مش بالكم ده اللي حصل في الإمارات الفترة دي. هي أكبر موجة ليها علاقة بالأمطار أو موجة فيضانات تحصل في الإمارات على مدى تاريخها. زي ما بنقول ان المؤسسات في الامارات قالت ان ده له علاقه بمنخفض جوي قوي، بس في كلام تاني طلع ان الموضوع له علاقه باستمطار السحب او تطعيم السحب. عشان نبقى عارفين ايه هو استمطار السحب ده لازم نرجع من الاول خالص لسنه 1946. ايه اللي حصل في السنه دي؟ كان في عالم امريكي اسمه برنارد فونيجيت اكتشف ان هو يقدر يحول بخار الميه لبلورات ثلجيه او بلورات ثلج كده زي اللي بتنزل في المطره لو اتحدت مع يوديد الفضه. وده لو هي بدرجه حراره مناسبه اللي هي ما بين -5 ل -10. طب بيعملوا ازاي استمطار السحب او تطعيم السحب؟ زي ما بنقول الموضوع بيبقى ليه علاقه بمواد كيميائيه بيحقنوا بيها السحب، فبتخلي البخار الميه اللي فيها الخفيف اللي بيخليها ما يمطرش، بتخليه يتحول لبلورات ثلجيه بتتحد مع بعضها لحد ما حجمها يكبر ووزنها يزيد وتبقى تقيله على السحابه، فتمطر في المكان اللي هم عايزينه او في مكان ما يطعموا السحابه فيه. والمواد اللي بيستخدموها في تطعيم السحب او حقن السحب او استمطار السحب هي يوديد الفضه، يوديد البوتاسيوم، جلوبان سام. وده بيبقى عن طريق الطيارات، ان هو بيتحط في انابيب وتطلع الطيارات فوق السحب اللي هم بيبقوا مختارينها، او بتعدي من فوق المنطقه المعينه اللي هم عايزين المطر تنزل فيها، ويحقنوا بيها السحاب لحد زي ما قلنا بخار الميه اللي فيها يتكون كتل ثلجيه تبقى تقيله على السحابه فما تقدرش تشيلها، فتنزل الامطار. بس الفكره ان هنا اللي حصل في الامارات ده ان الموضوع كان كبير عليهم شويه، او ما قدروش ان هم يبقوا محصرينه او حاسبينه صح، فحصلت الفيضانات اللي احنا شفناها دي كلها. طب ايه يا عم اشرف بدايه الموضوع ده مع الامارات؟ بدايه الموضوع ده مع الامارات كان في 2010 لما اطلقت برنامج اسمه استمطار السحب، وكان تكلفته 11 مليون دولار. وده كان عشان يزودوا نسبه الامطار عندهم من 10% ل 35% على حسب حاله الجو في الوقت ده. ومن اكبر الدول اللي بتستعمل موضوع استمطار السحب ده الصين، عندها اكبر برنامج في استمطار السحب في العالم، وامريكا بتستخدمه بطريقه كبيره جدا برضو، والهند. دول اكبر 3 دول بيستخدموه. والجدير بالذكر ان السعوديه استخدمته وقالت ان هي حققت نسبه نجاح 97% من اجمالي الاهداف الموجوده بالنسبه للمشروع. وده طبعا نجاح كبير جدا، وده ياكد لنا او يعرفنا ايه سبب التغيرات المناخيه اللي حصلت في السعوديه الفتره اللي فاتت دي. هل الموضوع ده مفيد ولا مضر؟ بص، هو ليه حسبتين. هو مفيد في ان هو هيعمل لك مطره وهيبقى عندك ميه تقدر تستخدمها، لان انت دوله كامارات يعني دوله ما فيهاش انهار، كل اعتمادها او اعتمادها الكامل على تحليه مياه البحر، والمخزون الاستراتيجي عندهم من المياه الجوفيه قليل، فهم محتاجين يزودوا الميه دي بدل ما الموضوع يبقى تحليه مياه البحر بس. فده هيبقى مفيد جدا بالنسبه لهم. الحاجه السلبيه ان هو هيغير المناخ في المنطقه العربيه كلها، يعني زي ما شفنا في السعوديه واللي بيحصل الامارات اللي حصل ده مش تبقى اخر مره هيحصل كده تاني. في قطر هيحصل نفس الكلام. كل حته قريبه من الامارات هيحصل فيها تغير مناخ بالطريقه دي، وده هيأثر بشكل رئيسي على المناخ وعلى جودته وعلى فكرة نقاء الجو، أو فكرة الأمطار نفسها هتبقى حمضية، هتبقى عاملة إزاي، ضررها هيبقى عامل إزاي. وده كل الموضوع بالنسبة للي حصل في الإمارات. شفت الفيديو الجديد كان معاكم أشرف في صفحة معلومة. سلام عليكم.